أول تعليق من رضا عبد العال بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز وتتويجه ببطولة كأس مصر، ويتغنى بالنادي الأهلي وبالإدارة ويسخر من الزمالك وبيراميدز. بس قبل ما نكمل الخبر، لو انت من محبي النادي الأهلي ياريت تضغط لايك علشان نعرف كم عدد محبي النادي الأهلي في القناة. شاهد ماذا قال بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز في نهائي كأس مصر. صرح الإعلامي الزملكاوي رضا عبد العال وقال إيه الجديد؟ ما دايما النادي الأهلي بيفرح جماهيره، ودايما لعيبة النادي الأهلي بتبقى رجالة في المواقف الصعبة. أنا قلتها قبل المباراة، الأهلي لا بيقف قدامه بيراميدز ولا زمالك حتى ولا أي نادي في أفريقيا. لعيبة النادي الأهلي لما بتبقى في مباراة صعبة ومطلوب منها إنها تفوز بتفوز وبتفرح جماهيرها. وديكوا شفتوا النادي الأهلي عمل إيه النهاردة قدام بيراميدز، وخلاص الأهلي أخد كاس مصر، وكلها أيام قليلة جدا والنادي الأهلي يحسب بطولة المصري ومكمل في أفريقيا. وأنا بقول لكم الأهلي هياخد دوري أبطال أفريقيا وهياخد 3 بطولات في هذا الموسم، ووقعتنا سودة مع الأهلي في السوبر المصري، لأن الأهلي هيحط علينا زي ما حط على بيراميدز. واللعيبة بيلعبوا عشان يفرحوا جماهيرهم، وكله بيعمل عشان خاطر الكيان مش عشان خاطر أشخاص. هي دي روح النادي الأهلي، وهي دي لعيبة النادي الأهلي. اللعيبة دي اللي بتجيب بطولات للنادي وتفرح الجماهير. لكن تشوف الناحية التانية، نادي الزمالك مثلا حرق دم جماهيره ومش قادر ياخد بطولة، وخسر 6 بطولات، وفي الآخر كان بيشجع بيراميدز على حساب النادي الأهلي. انا قلتها وبقولها تاني، مفيش حد يراهن على خسارة النادي الاهلي، لان الاهلي يا جماعة ما بيتراهنش عليه غير ان هو يكسب بس. الاهلي في حتة تانية بعيد عن كل اندية مصر واندية افريقيا كلها. هي دي شخصية النادي الاهلي وروح النادي الاهلي، وبتبان في المواقف الصعبة. بيفرح جماهيره كالعادة وبيضيف بطولات للنادي. يا بخت جماهير النادي الاهلي بناديه، والله يكون في عون جماهير نادي الزمالك. وده كان رأي الكابتن رضا عبد العال الزملكاوي. وختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. اشترك بالقناة وفعل الجرس على الكل ليصلك منا كل جديد.